تحدي المكرونة الوايت صوص في الميكروويف. التحدي ده انا دخلته مع فاطمة ان انا قررت في يوم اعمل مكرونة وايت صوص from A to Z في الميكروويف. تعالوا نشوف الموضوع ده عمل ايه ومين اللي كسب التحدي في الاخر. يلا بينا. اول حاجة جهزت المكرونة بتاعتي. طبعا انا بحب المكرونة في الوايت صوص تكون المكرونة اللي هي البنة اللي احنا بنقول عليها الاقلام دي. وجبت قالب بايركس بتاعي وحطيت فيه المكرونة ونزلت عليه بمية مغلية. عشان الناس اللي عايزة الوصفة تنجح معاها، احنا النهاردة بنعمل مكرونة وايت صوص في الميكروويف from A to Z كل التفاصيل. لو أول مرة تشوفوني أنا سعيد، ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير للفيديو. وحطيت طبعا الملح بتاعي وعطيتهم تقليبة كده عشان أفك المكرونة في المية. الخطوة الأولانية اللي احنا بنعملها دي، احنا دلوقتي بنسلق المكرونة بتاعتنا عادي جدا. تمام، طيب هناخد بقى المكرونة دي وهنخش فيها دلوقتي في الميكرويف. بالظبط هنظبط الميكرويف. انا هنا ظبطته على 5 دقايق، بس انا احتجت بعديهم دقيقتين كمان. تعالوا بقى نجهز الصوص بتاعنا. معانا باكو من شركة ميلرز. الشركة دي بتعمل صوصات كتير قوي، منها الصوص بتاع الوايت صوص. طبعا هو مكتوب عليه طريقة التحضير، احنا بنحطه على كيس مكرونة. بنحتاج كيس واحد على كيس مكرونة. بنحتاج 200 ملي من اللبن، وبنحتاج معاهم كمان كريمة، وبنحتاج زبدة. بس انا ما كانش عندي كريمة فاستغنيت عنها عادي، وده ما عملش حاجة غير خلى الصوص خفيف شوية بس خلى الموضوع حلو جدا. ودي المكرونة بعد 7 دقايق بالظبط. زي ما انتم شايفين كده هي اتسلقت عادي جدا. 7 دقايق جوه الميكرويف المكرونة اتسلقت وبقت بالشكل اللي انتم شايفينه ده. حلوة جدا وتحفة ومفيهاش اي حاجة. صفيناها بقى وحطيناها تحت المية كده عشان تبرد، وعشان ننزل النشا اللي موجود فيها كله. هنيجي في نفس البولة بتاعتنا وهنحط فيها معلقتين من الزبدة، وهننزل بالميتين ملي من اللبن. هنحطهم برضو في الميكرويف حوالي دقيقة كده. احنا بس عايزين الزبدة تسيح مع اللبن مش اكتر. وطلعناهم وهنبتدي نضيف عليهم باكو الصوص بتاعنا. هنقلبه كويس، وانا حطيته معاهم برضو تاني في الميكرويف لمدة دقيقة. يمكن ده انا ما صورتش الحتة دي، بس هو ده اللي حصل بالظبط. هنقلبهم كده مع بعض كويس، وبعد ما حطيناهم في الميكرويف نبتدي ننزل بقى عليهم بالمكرونة بتاعتنا. بصوا الموضوع طلع اكتر من تحفة، عدى كل التوقعات اللي انا كنت متوقعها بصراحة. زي ما انتم شايفين بصوا شكل المكرونة الوايت صوص غرقانة في الصوص بتاعها. طلع طعمها حلو جدا. المكرونة اتسلقت حلوة قوي في الميكرويف، وكان تحدي ناجح جدا جدا جدا. ومن الحاجات الاكلات اللي كانت سريعة قوي. الموضوع ما خدش معايا اكتر من 10 دقايق. 7 دقايق للمكرونة و3 دقايق خلصت فيهم الصوص وضفت المكرونة. 10 دقايق بالظبط واكلنا، وكان الموضوع سهل جدا وحلو قوي وتحفة تحفة تحفة تحفة. والطعم كمان كان يجنن يعني. وبجد الباكو ده بتاع الصوص بيكفي 400 جرام وبيخليهم حلوين جدا. الإضافة اللي ممكن تضيفوها إن احنا ممكن نحط برضو معلقتين من الكريمة، هيفرقوا كتير قوي مع الصوص. وبعدين بقى نقدمها عادي جدا. ممكن كمان نضيف عليها فراخ، ممكن نضيف عليها مشروم. الحاجات دي كلها بتضيف طبعا للمكرونة الوايت صوص. خليها بقى الفريدو او زي ما احنا عايزين. من الحاجات اللي عجبتني قوي وطلعت تحفة تحفة تحفة. لو لسه معايا في الفيديو اعملوا لايك واشتركوا في القناة. اشوفكم في فيديو جديد، وباي باي.